ازيكم يا حلوين؟ يا رب كده تكونوا بخير وصحة وسعادة ومبسوطين ومترطبين. النهاردة جاي اتكلم معاكم عن حاجة من الحاجات الجامدة بتاعت اوريفلام اللي احنا يعني عارفينها، الحاجات التحفة الروعة. جاي اتكلم معاكم عن ايلاينر جورداني جولد الكريمي اهو. الايلاين ده تحفة جدا جدا. يعني ندمت ان انا ما استخدمتهوش من ساعة ما اشتركت في اوريفلام. مش عارفة ما انتبهتلوش ليه. مش عارفة يعني. ممكن لأي سبب من الأسباب معرفش، يعني أنا ايه اللي خلاني ما انتبهتلوش، بس المرة دي قلت بقى لازم ألحقه. لأنه ده آخر ظهور لي في الكتالوج، فاللي عايزة تلحقه بسرعة تلحق تجيبه. احنا النهارده خلاص 28، فخلاص فاضل يومين في الشهر، وبالتالي هو لسه متوفر، يعني تلحقي ان انت تجيبيه. معلش ما سجلتلكوش فيديو عنه من ساعه ما جبته. قلت استخدمه واجربه كويس قوي عشان اقدر احط فعلا رأي قاطع فيه. هو من الحاجات الجامده جدا، كريمي اولا، مضاد للماء، ما بيسحش معاكي، ما فيهوش تكتلات، تحفه. كل المقاييس تحفه، بيخلي عينيكي تحسي كده ان هي عيون الاميرات، تحسي ان انتي من الناس اللي هم عيون الزمن الجميل كده، الحاجات الحلوه اللي ما تحسيش ان انتي حاطه اي لاينر. عارفه الالنر اللي كانت بتقول عليه فتحيه في المسلسل بتاع الحاج عبد الغفور البرعي، لما كانت طالعه سهير الباروني مرات اخو عبلة كامل، بتقول لها حطي لك الايلاينر كده يا حاجه. اوكي. لا ده مش هيحسسك بان هو الايلاينر، يعني ده هيحسسك ان هو لا، حاجه كده فخمه. جورداني بقى، انتوا عارفين جورداني جولد دي، لا مش هوصف لكم. يعني انا مش عارفه انا ليه ما استخدمتوش. يعني كفايه فخامه العلبه، بصوا شياكه اسود وذهبي وحاجات كده. وعامه احنا يهمنا المحتوى، صحيح التغليف مهم، بس المهم المحتوى نفسه، انه يكون فعلا حلو، ما يسبب لناش حساسية، ما يسبب لناش مشاكل في عينينا، يكون بالراحة بالراحة كده علينا، يعني ما يسببش التهابات، ما يسببش اكياس دهنية او كده، لان طبعا صحة عينينا تهمنا، وكمان شكلنا بيبقى روعة وتحفة. وهو ثابت لدرجة، يعني مش عارفة اقول لكم ايه، تحفة بأمانة تحفة. الرينج لايت عمال يوطى. معلش انا جايباه جديد وعمالة اولع واطفي فيه، فالضوء يعني عارفين بيفصل شحن. هو نازل في عرض، هو والفرشة الجميلة ديت الشهر ده هم خلاص مش هينزلوا تاني. اكيد هيطوروا فيهم، علشان كده هم يعني ايه مش هينزلوهم بالشكل ده، يعني اكيد، لان مش معقول يحرمونا من الحاجة الحلوة دي. يعني اكيد هيطوروه علشان وهينزلوه بشكل مختلف. اتمنى ان انتوا تلحقوا تجيبوه، باكد الحقوا هاتوه بسرعة قبل ما يخلص. احنا خلاص النهاردة 28، سامحوني والله سامحوني ان انا ما قدرتش اني اعمل لكم عنه فيديو من ساعة ما جبته، وانا ندمانة جدا ان انا ما استخدمتوش من ساعة ما اشتركت في اوريفلام، مش عارفة ليه يعني. كان بيقع على عيني حاجات تانية برضو، الواحد ما بقاش مركز كده. بس هو بجد حاجة رائعة جدا وكويس. انا بحمد ربنا ان انا يعني الحمد لله عرفت اجيبه، اقتني واحد هيقعد معايا بقى مدة طويلة. ما بيسحش يا جماعة، كريمي قوي وسلس وانتي بترسميه على عينيكي، حاجة كده فوق الروعة. يعني زي ما بقولكوا جورداني جولد تحفة تحفة. هم اكيد هيطوروا فيه، اكيد هيطوروه. علشان كده هم مش هينزلوا يعني في الكتالوج. الفرشة طبعا زي ما انتوا شايفين هعمل لكم عنها ريفيو، تمام. ممكن تنزل في عروض، او هو نفسه ممكن ينزل في عروض بعد كده، الله اعلم. بس خسارة ان انتي ما تجيبيهوش، يعني على الاقل ده 4.5 جرام اهو. اوكي. بس حقيقي انا متأكدة انه هيقعد معاكي فترة طويلة جدا.
لانه ما بتهدريش وانت بتستخدميه، يعني يا دوب بترسمي وتظبطي نفسك، وسلس قوي يعني، سلس في رسمه يعني. هو ميد ان جيرماني اهو، الماني، واحنا عارفين طبعا المنتجات الالماني لا يعلى عليها في اي حاجة. وكفاية عليه اسم جورداني جولد واوريفلام، يعني كفاية ان هو بس الاسم ده بس يعني كده. ادي شكل العلبة كده اهيت، من الحاجات الحقيقي القيمة جدا لما تيجي كده تطلعيها قدام حد او تحطيها على تسريحتك، لو انت مثلا عروسة او كده، او حتى من الناس اللي بتحب الذوق الراقي، تحطيها على تسريحتك كده بتحسي ان هي يعني ايه، شكلها روعة حقيقي يعني. ده شكل العلبة الخارجية اهو. التغليف طبعا مهم جدا، وريفلام بتهتم بالتغليف وبتهتم بانه الاوراق او الازاز او الحاجات اللي هي بتغلف لنا بيها المنتجات تكون ما بتضرش البيئة يعني، او تكون في صالح البيئة، صديقة للبيئة. طبعا بس طبعا المنتج الداخلي من جوه هو الاصل، وحقيقي هو رائع جدا. ما بيسببلكيش حساسية، مثلا انا عينيا حساسة جدا وبستخدم عدسات وكده، فحقيقي هو منتج حلو، ارتحت له قوي، حسيت انه مريح عينيا، خصوصا ان احنا في فصل الشتاء فيه تغير حراري، او بدأنا في التغير الحراري فعينيا بتدمع وبتاع وكده. ارتحت له جدا في الاستخدام. وادي يا ستي ده شكله اهو. اتمنى بقى ان انتوا كمان تستخدموه ويعجبكم زي ما عجبني، واتمنى ان الفيديو كمان يعجبكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم على خير، ويا رب دايما سعداء ومبسوطين ومترطبين، ومتنسونيش من دعائكم. سلام، لا اله الا الله.